السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في قناة عالم عواطف. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم كيكه بالشوفان، هي صحيه وبمذاق رائع. وقبل ما تفرجوا في الفيديو نتمنى تابوناو معايا في لاشين، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا نخليكم مع المقادير. باش نحضروا هاد الكيكه نحتاجوا 3 البيضات، كاس سنيده، كاس شوفان، 2 معالق نشا اختياري، شويه زبيب، كاس الا ربع من الزيت، كاس الا ربع من الحليب، 1 ساشي الفاني، 2 ساشيات البيكن باودر او الخماره، و2 كيسان ديال الدقيق. دائما حنا كنعبروا بالكاس ديال العنبه. كناخذوا البيض كنضيفوا عليه السنيده وكنطربوه مزيان. هنا انا طربت بالطراب اليدوي. كنضيفوا الفاني، كنضيفوا الزيت وكنطربوا مزيان. كنضيفوا الحليب، يمكن نتوما تعملوا الياغورت في عوض الحليب. من بعد كنضيفوا الشوفان وكنخلطوا العناصر كامله مع بعضها حتى كندمج لنا داك العناصر. من بعد كنضيفوا عليها 2 معالق ديال النشا ولا مايزينا على حساب، هذا اختياري، اللي ما عندوش يمكن له ما يديروش بلاش. وكنتابعوا التخلاط. كنضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا، وحنا كنخلطوا دائما. كنضيفوا 2 ساشيات ديال بيكين باودر او الخماره، ها هو الخليط ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نصبوه في المول. نوضعوا فوق منه داك الزبيب اللي كان عندنا، ديروا على الوجه ديالو كامل. من بعد ندخلوه الفرن مسخن على 180 درجه مده ديال 30 دقيقه حتى 35 دقيقه. بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفران دهنتها من الوجه بشويه د الناباج وزينتها بالشوفان اللي كنت ديجا حمرت واحد شويش. وها هي الكيكه ديالنا، قطعت منها واحد الطريف باش نوريكم كي كتجي من الداخل هشيشه بزاف طريه. ونتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم، وما تنساوش تدعموني بلي لايك وتابوناو معايا في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اما المقادير فغادي تلقاوها في صندوق الوصف، والى فيديو جاي ان شاء الله.